أهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن حاجة مهمة جدا جدا جدا. شايفين الصورة اللي فوق عند حضراتكم هنا؟ الصورة دي كلنا عارفين عنها معلومات كتير، وهي بتتكلم عن نظرية خلق الكون والنشأة في وجهة نظر المصريين القدماء. احنا عندنا مصطلح مشهور قوي في الوسط بتاعنا اسمه ايه؟ مذاهب الخلق الأربعة. الحقيقة إن المصطلح شوية مش دقيق، ولكن خلينا نقول نظريات الخلق الأربعة. ليه ما بنقولش مذهب وبنقول نظرية؟ لأن لو إحنا حطينا الأربع نظريات اللي عندنا، وهي النظريات الأربعة لخلق الكون، في إطار المذهب الديني، فكل واحدة فيهم هتبقى بتناقض التانية أو بتنفي التانية، ولكن في الحقيقة هم أربع نظريات وكل واحدة فيهم بتكمل التانية ولا تنافي الأخرى. عشان كده مهم قوي إن احنا نتكلم عن النظريات بالمصطلح نظريات بالعربي، ثيوري باللغة الإنجليزية. طيب، النظرية الأولى بتقول إيه وظهرت فين؟ نظرية أون، نظرية عين شمس. النظرية الأولى اللي احنا نعرفها باسم النيد، اللي هو التسوع المقدس. والنظرية دي بتحكي لنا بشكل أسطوري إن أول شيء ظهر في الكون اسمه أتوم، وأتوم معناها المادة الكاملة، معناها الشيء الذي لا ينقصه شيء، الحاجة الكاملة التي لا ينقصها شيء. ومن مفارقات الجميلة جدا إن كلمة أتوم في اللغة المصرية القديمة معناها التام أو الكامل، وكلمة أتوم في اللغة الإنجليزية معناها الذرة، وهي أصغر تكوين لكل شيء في الحياة وفي الكون. فالأتوم هو أول شيء ظهر. من الأتوم انقسم، ومن الأتوم حصل بدايات جديدة. ومن الأتوم عندنا شو ونوت. شو و سوري، جب ونوت وشو وتفنوت. شو وتفنوت اللي هم الهواء والمية أو الهواء والرطوبة. جب ونوت هم الأرض والسماء. أرض وسماء، بعد كده مية وهواء. ودي العناصر الأربعة لبدايات وجود الحياة، العناصر الأربعة اللي تلزم وجود الحياة، اللي لازم تبقى اتخلقت قبل وجود الحياة على الأرض. لأن لولا وجود أرض، أمال المخلوقات هتعيش فين؟ ومن غير وجود سماء المخلوقات هتعيش فين؟ ومن غير وجود هواء ومية المخلوقات هتعيش ازاي؟ فإذا عناصر التكوين الأولى لنشأة الكون كانت سماء وأرض ومية وهواء. وبعد كده أصبح في الكون جاهز لاستقبال الكائنات الحية، سواء بقى كإنسان أو حيوانات وطيور وكل ما هو موجود. ولكن قبل وجود الإنسان وقبل وجود الكائنات الحية كان لازم يبقى في حاجة تانية تبقى تسبق الخليقة، وهي إيه؟ نواميس الكون الأربعة. إن القوة اللي هتنظم الكون الأربعة، واللي لازم دايما يبقوا في حالة من البالانس. نواميس الكون أو الأقدار الأربعة، هو أول قدر هو أوزير، وأوزير هو الاستقرار، أوزير هو البقاء، أوزير هو التجذر، الروتينج. فنزعة البقاء، الصراع من أجل البقاء، وده شيء موجود في كل الكائنات الحية، وده هيتحكم وهيقود جزء من الحياة على الأرض. بعد كده ست الفوضى، ست الصراع اللي هينشأ ما بين الكائنات الحية من أجل الحفاظ على النوع. بعدين إيست وهو المكانة، وهو القيادة، وهو الوضع بتاع كل مملكة من الممالك اللي هتتخلق بعد كده، سواء مملكة البحار أو مملكة اليابس أو مملكة السماء أو أيا كانت من الممالك بتاعة المخلوقات، وضعها وقيمتها ومكانتها في قيادة الكون والحياة. وأخيرا تفنوت، وتفنوت هي السيادة، وتفنوت هي اللويالتي، وهي النزعة وإحساس المخلوق بانتمائه للمجتمع بتاعه.
المصري القديم لما حط لنا النظريات حطها في شكل ليجند، حطها في شكل أسطوري، حطها في شكل في تفاعل ما بين العناصر وبين المراحل وبعضها، وده علشان يقدر يصيغها بطريقة فلسفية وبطريقة بسيطة جدا تقدر العقول على اختلاف مستوى التعليم بتاعها انها تفهمها. لان كان في مصر القديمة ناس فلاحين وناس صنايعية وناس حرفيين على قد حالهم، مش كل الناس متعلمة في المدارس، فبالتالي لازم يصيغ الفكرة بطريقة وبتمثيل يوافق العقول ويوافق المراحل العقلية والعلمية المختلفة. ومن هنا نشأت فكرة الليجند، ومن هنا المصري القديم حط كل الأفكار الفلسفية بتاعته وافكاره العلميه بتاعته في شكل اسطوري. فاحنا لما نشيل الجانب الاسطوري ونترجم المعاني اللي بيديها لنا في مصر القديمه، هنلاقي ان الحقيقه الراجل بيتكلم علم صرف ولكن بيمثله بطريقه بسيطه وسهله. دي كانت اول فكره او اول نظريه اتحطت عن نشاه الكون. بعد كده بدأ العلماء يفكروا بشكل اكتر. طيب اذا كان اول شيء في الكون هو الاتوم، هو الذرة، هو الشيء أو المادة الكاملة اللي طلع منها كل شيء، اللي طلع منها الهواء والمية والأرض وكونت كل عناصر الأرض وكونت كل عناصر السماء والأبراج والكواكب اللي موجودة في السماء، وكل شيء في الكون بدأ من الأتوم. من خلق الأتوم؟ الأتوم ده جه منين؟ مين اللي خلقه؟ وده اللي هنتكلم عنه في اللقاء القادم إن شاء الله. أشوفكم على كل خير.